السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم رحلة بين السطور مع رائد الأفكار، حيث الكتاب وكوباية الشاي. بس النهاردة مفيش كوباية شاي، في الكتاب. هنكمل اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا احنا بنتكلم عن كتاب قواعد النجاح ووصلنا للقاعدة رقم 6. هنبتدي النهاردة وصلنا للقاعدة رقم 5. خلصنا 5، هنبتدي النهاردة في القاعدة رقم 6، ولو في وقت معانا هنخش في القاعدة رقم 7. طبعا مش عايز افكر حضراتكم، لو لسه ما اشتركتوش في القناة شرفوني بالاشتراك في القناة، وطبعا اللايك جميل للفيديو، علشان اللايك والاشتراك في القناة بيحفزني ان انا اقدم لكم افضل ما عندي ان شاء الله. القاعدة رقم 6 بتقول: كرس حياتك لهدف. طبعا احنا سمعنا الكلام ده كتير قوي، وممكن نفكر انه ايوه كرس حياتك لهدف. ايه الفكرة؟ طبعا الكتاب ده بتاع قواعد الحياة، لو اكتشفنا او بصينا على القواعد اللي فيه هنلاقي كل قاعدة بتجهزك للقاعدة اللي بعديها. يعني هي بتغير طريقة تفكيرك في الحياة عموما واسلوب حياتك عشان توصل في الاخر للشخصية الجديدة اللي قادرة تعيش مبسوطة وناجحة في حياتها الشخصية والعملية. الكاتب هنا بيقول: بعد معرفة ما يهم وما لا يهم، اللي هي القاعدة رقم 5، لازم تعرف ما تكرس له حياتك. انت ايه الهدف اللي انت عايش ليه؟ قال لك مفيش بالطبع اجابه صحيحه، يعني مفيش اجابه ثابته او اجابه صحيحه للسؤال ده او اجابه غلط، لان ده اختيار الشخصي بحت. ولكن من المجدي بالفعل انك تلاقي اجابه بدل من انك تفضل من غير اجابه. هو بيقول: كرس حياتك لهدف، يعني انت كل يوم لما تصحى من النوم الصبح عارف انا هعمل ايه النهارده علشان اقرب للهدف بتاعي. فقال لك لو جينا نرد على السؤال ده، اللي هو انا لو جيت اسالك سؤال انت ايه هدفك في الحياه، فقال لك مفيش اجابه للسؤال ده، لا اجابه صح ولا في اجابه غلط. ليه؟ لان ده قرار شخصي واختيار شخصي. يعني في شخص يقول لك انا مثلا الفتره دي مثلا حياتي او مركز هدف كده يعني مثلا في شخص يقول لك انا هدفي مثلا الشخصي ان انا اوصل لوزن 70 كيلو في السنه اللي جايه. تمام؟ فانا كل يوم بصحى من النوم ده هدفي، ودي الحاجه اللي انا بسعى ليها. واحد تاني بيقول لك انا هدفي ان انا ابقى معيد في الكليه بتاعتي، فكل يوم بيصحى من النوم وبيشوف هو هيعمل ايه النهارده علشان يوصل للهدف ده. واحد تاني يقول لك انا هدفي عايز اشتري عربيه مرسيدس مثلا ب 3 مليون جنيه، فكل يوم بيصحى بيعمل حاجات في يومه تقربه للهدف ده. واحد تاني عايز يبقى صاحب شركه، واحد تاني عايز يترقى في شغله يبقى مدير، واحد تالت عايز يتجوز، واحد رابع عايز يعمل كذا، وهكذا وهكذا وهكذا. ولكن مش شرط ان يكون في هدف واحد بس، لان انت الهدف ده بعد ما تحققه خلاص وانتهى، فتحط هدف جديد. الفكرة هنا انك لازم تعيش بهدف ويكون ليك هدف في الحياة. فبيقول لك الكاتب بيتكلم بيقول ان حياتي انا مثلا اتأثرت بعاملين: الف، لما اخبرني شخص ما ذات مرة بان كانت نفسي او روحي هي الشيء الوحيد الذي سوف يبقى مني بعد ما افنى، فعلي ان اتعامل معها باعتبارها افضل ما املك، وب، نشأتي الغريبة. بيقول ان العامل الاول لا يمثل بالنسبة لي على الاقل الكثير من الأهمية، ولكنه لمس وتر حساس في نفسي، فقد أثار بداخلي شيئا ما، أي أنه أيا كان ما سوف يبقى مني أو ما سوف أصحبه معي، فعلي أن أعتني به وأن أحرص على أن يكون أفضل ما لدي. وهو ما دفعني إلى التفكير إزاي أقدر أتصرف تجاه الموضوع ده. والإجابة هي إني ما عنديش أي إجابة شافية بعد. المهم يعني من ناحية علمية، أنا مش شيخ عشان أتكلم معاكم في الناحية الدينية، إحنا بنتكلم في الناحية العلمية. خليني أوضح لحضرتك إنك لازم تقعد مع نفسك قاعدة وتحدد هدف تسعى ليه وتحققه. لما هتحدد هدف أنت عايز توصل له وعايز تحققه، فكل يوم هتصحى من النوم أنت عايز تصحى علشان تبتدي تعمل حاجات تقربك للهدف ده. فحياتك هيبقى ليها معنى، مش هتحس بالإحباط، مش هتحس إن أنت مكتئب، مش هتحس. لكن لما بتصحى من النوم بتعمل أشغالك الروتينية،
بتروح نفس الشغل، بتركب نفس المواصلات، بتفطر نفس الفطار، بتقابل نفس الناس، بتعمل نفس الحاجات. فهيجي بعد فترة هتزهق أو هتمل أو أيا كان يعني. ولكن السؤال هنا، إيه الهدف اللي أنت هتصحى كل يوم من النوم عشان تسعى ليه؟ الإجابة، مفيش إجابة شافية أو إجابة موحدة للإجابة على السؤال ده. مفيش إجابة صح وإجابة غلط، لأن ده اختيار شخصي. مالكش دعوة بيا، ومالكش دعوة بزميلك، ومالكش دعوة بجارك، ومالكش دعوة بقريبك. أنت عايز توصل لإيه؟ حدد هدف واسعى ليه، وبعد ما تحققه حط هدف تاني، وبعد ما تحققه حط هدف تالت. وراقب بقى بعد ما حطيت الهدف ده، راقب تصرفاتك، الحاجات اللي انت بتعملها وانت قربت للهدف ده قد ايه، وقيس الحاجات اللي انت بتعملها. ولو الحاجات اللي انت بتعملها ما وصلتكش او ما قربتكش للهدف، خلي بالك ما تغيرش الهدف، ولكن غير طريقتك في الوصول الى الهدف. يعني خلاص انا حددت قدامي مثلا هدف ثابت، انا مثلا عايز افتح مشروع حلو. المشروع ده مثلا محل ملابس هيكلفني 100,000 جنيه مثلا. فانا ابتديت اسعى في ده واحوش فلوس واعمل واعمل واعمل. فاللي انا بعمله لقيته مش بيقربني للهدف ده. ما ينفعش بقى اقول ايه خلاص بلاش افتح مشروع مثلا، خليني مثلا اشتري عجله، اشتري موتوسيكل، اي حاجه تانية. لا، كده غلط. انت حدد الهدف، وبعد ما تحدد الهدف حاول تسعى لتحقيق هذا الهدف. ولو اللي انت بتسعى ليه او الحاجات اللي انت ماشي فيها ما بتجيبش نتائج حلوه عشان تقربك من الهدف، غير الطريقه دي، لكن ما تغيرش الهدف. وصدقني لما هتحدد هدف في حياتك تسعى ليه، حياتك هيبقى ليها معنى. كل يوم هتصحى من النوم الصبح هتبقى متحمس انك تصحى من النوم وتفطر بسرعة عشان تبتدي تشتغل على الهدف اللي انت عايز توصل له، وتاخد خطوة لقدام حتى لو هتطلع لقدام 1%. ركز. خلينا نخش في القاعدة رقم 7. القاعدة رقم 7 بتقول: كن مرنا في تفكيرك. بيقول لك بمجرد انك تكتسب فكر متبلور جامد مهيكلا، بتكون خسرت معركتك. لما تكون عندك افكار انت متمسك بيها وقافل عليها وما عندكش مرونة، فاصلا كده انت خسرت معركتك اصلا، مش لسه هتخسر، انت خسرت. وبمجرد انك بتفكر انك بتملك كل الاجابات، فهتتوقف عن الحركة. ولما تستقر على طرق ثابتة هتكون بالفعل أصبحت جزءا من التاريخ. لكن لكي تحصل على معظم مكاسب الحياة لازم تبقي كل الخيارات مفتوحة ومتاحة قدامك. لازم تبقي على مرونة فكرك وحياتك. لازم تكون مستعد انك تطاطي لما العاصفة والرياح تبقى جامدة وتيجي. وبيقول لك ان هي دايما بتهب الرياح والعواصف لما تكون في اقل الاوقات استعدادا ليها. في اللحظة اللي بتقرر فيها انك تتبنى نمط مستقر، بتكون حكمت على نفسك بالسقوط الى جانب الطريق. بتكون بحاجة لانك تختبر تفكيرك بمنتهى الدقة لكي تدرك ما اعنيه. بيقول لك بقى ان التفكير المرن هو اشبه ما يكون بالفنون الحربية. لازم تكون على استعداد للانبطاح والتمايل والمراوغة والانسلال. وحاول انك تبص للحياة ليس باعتبارها عدو، ولكن على انها صديق، ولكن صديق مشاكس. لو كنت مرن هتحس بالمرح، اما لو بقيت جامد في قوالب ثابتة فهتسقط في الحال. وكاتب لك بين المستطيل: حاول أن تنظر إلى الحياة ليس باعتبارها عدو، ولكن على أنها صديق مشاكس. بيقول لك كلنا عندنا أنماط ثابتة في حياتنا، بنحب نوصف نفسنا بأننا كذا وكذا، وبنفتخر بآرائنا ومعتقداتنا.
كلنا بنحب ان احنا نقرا صحف معينه ونشوف برامج معينه او افلام معينه، وبنروح للمحلات نفسها في كل مره، وبناكل الطعام نفسه اللي بيناسبنا، وبنلبس نوع الهدوم نفسها. قال لك مفيش مشكله في كل ده، ركز بقى ركز، ولكن لو حرمنا نفسنا من كل الاحتمالات التانية فهنحس بالملل والجمود والقسوة، ومن ثم سوف يسهل النيل منا. أنا مش عايز أخوض في شرح الكلام اللي أنا بقوله، لأن أنا شايف إن هو الشارح نفسه، ولكن أنا فكرتي من البرنامج إن أنا أبسط المعلومة لأبسط شخص ممكن يتفرج على البرنامج. مش بتعامل مع البرنامج إن أنا بقدمه مثلا لمستوى معين من العقليات، ولكن هو لكل الناس، من أبسطهم إلى متوسطهم إلى أعلاهم في درجات الفهم والذكاء بشكل عام. هو هنا الكاتب بيقول لك حاول تكون عندك مرونة في تفكيرك. عارف يعني إيه مرونة؟ المرونة ببساطة كده، أشرح لك مثال. شايف القلم ده؟ القلم ده لو أنا جيت أعمله كده، بص، مش بيتنى ولا بيجي كده ولا بيجي كده، يبقى القلم ده جامد لا يمتلك المرونة. هو ثابت على الشكل ده، ولا بيجي مثلا كده ولا كده، ولا بص مش عارف اعمل اي شكل تاني، هو ثابت على كده فهيفضل كده. تمام؟ فلو انت افكارك خليتها زي القلم ده رغم ان هو جامد بس سهل ان هو يتكسر. لو انا جيت ضغطت جامد شوية هكسره، صح؟ فكذلك انت وافكارك، لان انت افكارك. امتى اقول ان القلم ده مرن؟ لو انا جيت اتني القلم ده لقيته اتنى معايا، اعمل بيه الشكل اللي انا عايزه، تمام، فكده اقول الايه، القلم ده مرن. يعني السلك مثلا ده بتاع المايك ده، السلك ده اقدر اقول انه مرن ولا مش مرن؟ مرن، لانه بص اهو، بص اجيبه كده يجي كده، بص بص، مطرح ما بوديه بيروح، صح؟ فصعب ان انا اكسر الايه، السلك ده. لكن القلم ده جامد، سهل ان انا ايه، اكسره. فعايز يقول لك حاول تكون عقليتك او افكارك فيها مرونه. هو عارف ان انت عندك معتقدات معينه وبتحب تلبس لبس معين وتشوف برامج معينه وتاكل نفس الاكل وتروح نفس المحل وكل الحاجات دي، هو مفيش مشكله في ده. بس لو فضلت تكمل على هذا النهج هتحس بزهق وملل واحباط. حاول يكون عندك المرونه للاختيارات التانية. يعني بدل ما بتروح نفس المحل ده، قول مثلا المره دي ايه المشكله اروح المحل اللي جنبه، بدل مثلا ما هلبس البدله دي مثلا قول ايه المشكله ما البس تي شيرت مثلا وكوتشي. عادي، انت فاهم قصدي ايه؟ مفيش مشكله. خلي عندك المرونه. لما هيبقى عندك المرونه دي هتحس براحه وهتحس ان الحياه جميله. وقال لك ما تتعاملش مع الحياه ان هي عدوك، اللي هو لا، هو لو الحياه مش ماشيه زي ما الافكار اللي عندي يبقى كده، لا، هي صاحبتك بس مشاكس شويه، مشاغب شويه. تمام؟ فما تبقاش زي القلم وخليك زي السلك في افكارك ومعتقداتك، وخلي عندك مرونه انك على استعداد انك تقبل اي فكره جديده، تقبل تلبس اي لبس جديد، تقبل تاكل اي اكل جديد، تقبل تروح اماكن جديده، تقبل تتعلم حاجات جديده، تقبل انك ممكن حد يوضح لك ان في فكره افضل من الفكره اللي عندك، فانت تتقبل ده وما تفضلش متمسك بالفكره بتاعتك. لانه لو فضلت متمسك بهذه الافكار وبهذا اللبس وبهذا الحاجات وبهذه الاشياء، فالعالم بيتغير بسرعه وبيتقدم بسرعه. فانت لو ما عندكش المرونه عشان تتغير وتتقبل دوت، هتبقى جزء من التاريخ، خلاص انت بقيت حاجه قديمه. تمام؟ اتمنى تكون الرساله وصلت. تخفيك فتذكر انه يمكنك ان تعود ادراكك، ولكن حتى ان كنت تريد ان تعرف. بص بقى يا سيدي، بيقول لك بقى الكاتب هنا حته حلوه قوي. يقول لك لو كنت عايز تعرف مدى مرونه تفكيرك فهيقول لك اختبارين. هل كتبك اللي انت حاططها جنبك جنب السرير من النوع نفسه اللي انت اعتدت دايما قراءته؟ يعني هل الاختبار الاول لو عايز تعرف انت عندك مرونه في التفكير ولا لا، هل الكتب اللي جنبك دي
كلها بتتكلم في نفس الموضوع، يعني مثلا كلها عن التسويق، كلها عن المبيعات، كلها روايات، كلها قصص؟ ده السؤال الاول. وبيقول لك هل سمعت نفسك قبل كده بتقول عباره شبيهه بالعبارات التاليه دي؟ واحد: انا لم اعرف اشخاص من هذا القبيل من قبل، او انا لا اذهب الى مثل هذه الاماكن. قال لك لو كان الحال كذلك فربما قد حان وقت توسيع قدراتك العقليه واضافه المرونه على فكرك. يعني الاختبارين عشان تعرف انت مدى عندك مرونه في التفكير ولا. الاختبار الاول: بص للكتب اللي انت عندك على الموبايل منزلها او جنبك على السرير او في مكتبك. لو الكتب دي كلها من نفس المجال يبقى انت ما عندكش مرونه في التفكير، انت متمسك انك تقرا في المجال ده بس، فانت حصرت نفسك في حته معينه. فافتح ابواب جديده، هات كتب في مجالات مختلفه، ما تقولش لا انا ما بقراش روايات، انا ما بقراش قصص، انا ما بقراش مش عارف كتب عن ايه. ما كده انت في عندك جمود فكري. فاخرج من ده، شوف العالم، هتحس بتغيير وهتحس بنشاط وهتحس براحه. الحاجه التانية: لو بتكرر جمل زي لا انا ما بروحش الاماكن دي، لا انا ما بروحش المحل ده، لا انا ما بعرفش ناس من التفكير ده، انا ما بعرفش ناس من خريجين الكليه دي، انا ما بعرفش ناس من اللي بتلبس اللبس ده، انا ما بعرفش ناس من اللي بيروحوا النادي الفلاني، انا ما بعرفش ناس. لو لقيت نفسك الجمل دي بتتكرر عندك كتير يبقى انت عندك جمود فكري. ولو عندك الحاجتين دولت فاظن ان بعد الفيديو ده حان الوقت ان يكون عندك مرونه في تفكيرك. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج رحله بين السطور مع رائد الافكار، حيث الكتاب وكوبايه الشاي. طبعا ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، وطبعا تشيروا الفيديو مع اي حد من اصحابكم او قرايبكم اللي حاسين ان هم عندهم جمود فكري وما عندهمش مرونه في التفكير، وكل ما تتناقش معاه في حاجه هو ثابت على افكاره وارائه، يمكن كلمه او جمله في الفيديو ده تغيره للافضل وتكون انت السبب في التغيير ده. سلام عليكم.